وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده وأقام بهم الحجة على عبيده، فاتفقوا أولهم وآخرهم على توحيده وتفريده، ونبذ الشرك وتنديده، وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون ما سواه، وعبادة غيره كائنا من كان باطلا، فإنه ما عبد غير الله إلا بالبغي والظلم والعدوان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيدا بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج يجوب حول العالم لدراسة تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، في نهضتها وانحسارها. وما زلنا في هذه الحلقة مع كتاب العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي للكاتب الإريتري محمد سعيد ناود. وهذا الكاتب كان من مؤسسي حركة تحرير إريتريا في عام 1957 في مدينة بور سودان. إذن يقول تحالف الفونج والعبدلاب. كذلك إريتريا ليست بعيدة من هذه التحالفات التي كانت في القرن الإفريقي. وكما ذكرنا القرن الإفريقي يتكون من السودان وإثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي، وتأثيرا بأوغندا وكينيا. هذه الدول متأثرة بذلك. وكان قيام السلطنة الزرقاء، هكذا كانت تسمى السلطنة الزرقاء، وهي سلطنة الفونج، نقطة تحول هامة في توسع وتوحيد رقعة الدولة السودانية. ومن ناحية التحديد المكاني والجغرافي، المقصود بسلطنة الفونج هي التي نشأت على حدود مملكتي المقرة وعلوة. هذه منطقة كانت فيها مملكة المقرة وعلوة، وهي وثنيتان في ذاك الوقت، حيث امتدت مملكة الفونج من الشلال الثالث إلى أقصى جبال كازوغلي أو فازوغلي شمالا وجنوبا، من سواكن على البحر الأحمر إلى النيل الأبيض شرقا وغربا. وكان الحد بين سنار ومشيخة قري قرى الحلفاية أو قري، كانت تسمى قري الحلفاية، مدينة أربجي بقرب من المسلمية، والتنظيم الإداري من أربجي فصاعدا جنوبا كان تابعا لملوك الفونج. هذا تاريخ لدول الجوار لازم أن نتعرض إليه حتى نعرف ماذا كان دور إريتريا في هذا التاريخ، في تاريخ المحيط لإريتريا. فإذا ولا دخل لمشايخ قري فيها. ومنها شمالا إلى الشلال الثالث كان تابعا لإدارة مشيخة قري أو العبدلاب. عبدلاب قبائل عربية جاءت من الجزيرة العربية واستقرت في هذه المنطقة وتحت سيادة ملوك الفونج. وكانت المملكة مقسمة إلى عدة ممالك ومشيخات من سود ونوبة وحضر وبادية. وكان كل ملك أو شيخ يدفع الجزية لملك سنار، إلا أنه له نوع من الاستقلال، يعني كانت مشيخات ولكنها كانت تدفع الجزية والضرائب لمملكة السنار الكبرى. والممالك هي مشيخة خشم البحر، مملكة فازغلي، مشيخة الحمدة، مملكة بني عامر، مملكة الحلنقة. أما الممالك والمشيخات التي خضعت للفونج بواسطة العبدلاب
هي مشيخة الشنابلة، مملكة الجموعية، مملكة الجعليين، مملكة المريفاب، مملكة الرباطاب، مملكة الشايقية، مملكة الدفير، مملكة الخندق، مملكة الخناق، مملكة أرقو. هذه كلها كانت موجودة في محيطنا القرن الإفريقي. وكما ذكر كانت هنالك مملكة لبني عامر في هذه المنطقة، كانت لهم مملكة وكانوا يتبعون لمملكة سنار. وهذا دليل على أن هؤلاء القبائل البني عامر ذو أصول في هذه المنطقة، سواء كان في السودان أو كان في أريتريا، ولهم حضارة ولهم مملكة ولهم مشايخ ولهم عمد. طيب ما أصل الفونج؟ اختلف المؤرخون حول أصل وموطن الفونج، وكان له حيثيات، وكل له حيثيات، يعني اختلفوا لكن كل يفسر على ما وجد من المعلومة. وأرجعوا أصل وموطن الفونج إلى بلاد الحبشة وبلاد بورنو. وكما ذكرنا بلاد الحبشة هي مملكة أنشأتها قبيلة حبشة العربية التي جاءت قبل الإسلام من الجزيرة العربية، وكذلك بلاد برنو ومملكة الشلك على النهر الأبيض، النيل الأبيض. أصل عربي يعود إلى بني أمية كما يقول النساب السودانيين. الفونج هم أصل عربي. للأسف الشديد هذه المعلومات كلها كانت اجتهادات، وكانت يعني تاريخ هذه المنطقة ضاع بأيد خارجية، يعني لضياع تاريخ العرب في هذه المنطقة. أما أصل العبدلاب تجمع أخبار العبدلاب أنهم من أصل عربي صريح، عبدلاب عبد الله يعني. ويرى جيمس بروس أنهم من قريش، ويروي أنهم من الأشراف، كما ورد في مخطوطة كاتب الشونة مخطوط باريس أن عبد الله القريناتي من عربان القواسمة، لذلك قبيلة القواسمة موجودة في الجزيرة العربية، منهم ما يطلق عليهم القاسمي، هي من قبيلة القواسم العربية. وهنالك رواية الشيخ عبد الدافع التي ترجع القواسمة إلى جهينة، وجهينة هي قبيلة عربية، لذلك وعند الجهينة الخبر اليقين. وتنسب أقدم مخطوطة عبدلابية عبد الله القريني إلى بطن من قبيلة رفاعة من جهة أمه وإلى الأشراف الحسنيين، هكذا بمعنى أنهم عرب. وكذلك وفيما عدا الجزية السنوية التي كان يأخذها السلطان السناري من هذه الممالك، ومنها مشيخة العبدلاب، وحق اختيار من يخلف الحكم المتوفي في أفراد أسرته، لم يكن له سلطة فعلية على الملوك والزعماء الذين كانوا أحرارا في تصريف شؤون مملكاتهم. كما قلنا مملكة سنار كانت بجزء منها مشيخة العبدلاب. ولم تحدد المصادر بدقة قيمة هذه الجزية. كما ذكرنا كل المشايخ كانت تدفع الجزية لمملكة سنار الكبرى، أو الضريبة يعني التي كانت تدفع لحاكم سنار. ولكن الرحال السويسري في كتابه رحلات في بلاد النوبة يقول: ليس لملك سنار سلطان على بربر أكثر من حق اختيار ملكها، ولكنه في ظل 4 سنين أو 5 يوفد إليها أحد رجاله ليجمع منها الجزية. بربر هي شمال السودان. ولذلك من الذهب والجياد والإبل قوامها 20 أو 30 بعيرا على التقريب. طبعا في ذلك الوقت لم يكن هنالك تداول
بالعملات الورقية، ولكن كان هناك تدفع عينيا من الذهب والجياد والإبل وغيرها. وكان ملوك دنغلة يؤدون جزية كهذه لسنار كذلك، لأنه كانت مملكة قوية كمملكة سنار. كذلك كان يؤديها عرب الشاقية، ولكنهم أمسكوا عنها بعد أن اشتد ساعدهم أخيرا. يعني كل هذه المنطقة كانت تخضع لمملكة سنار بما فيها إريتريا وشرق السودان. إن الاتحاد الفونجي العبدلابي ورثت فيه سلالة الفونج النظام الإقطاعي للعهد النوبي المسيحي، وكيفته لظروفها الجديدة، وقسمت الأراضي بين أطراف الاتحاد في شكل مشيخات. عن التحالف أو الاتحاد فونج مع العبدلاب أنشأ مشيخات. إن الاتحاد الفونجي العبدلابي ورثت فيه سلالة الفونج النظام الإقطاعي وللعهد النوبي المسيحي أو النصراني على الصحيح، وكيفته لظروفها الجديدة، وقسمت الأراضي بين أطراف الاتحاد في شكل مشيخات ومكوكيات. لذلك المك نمر المك كذا كانت هذا التقسيم سياسي. وأن ذلك الاتحاد كان محاولة لاستعادة واستمرار الوضع السياسي الذي كان سائدا في مملكة النوبة النصرانية، حيث كانت الحروب تسود بين القبائل ولا تخف حدتها إلا بتأثير المصالح المادية عندما لا تكون هناك معاهدة أو اتفاق معقود حسب الأصول. كما يشير إليه أنه اتحاد اجتماعي قبلي مرتكز على صلات القربة في قمته، أي كان تكوينا قوميا ترتب في بنية قائمة على مقاييس اقتصادية واجتماعية تمثلت في احتكار النظام السلطان للتجارة. وحول الحلف الفونجي العبدلاب اتفق على أن يكون عمارة ملكا، عمارة دنغس يسمى ملكا عوضا عن ملك علوة، وأن عبد الله جماع يكون في مكان العرب. فتوجه واختط مدينة قره، تحولت إلى حلفاية فيما بعد، منطقة اسمها حلفاية هي شمال بحري، خرطوم بحري، كانت تسمى قره. وما زالت هذا الاسم موجود في محطة كهربائية تسمى قره، والكائنة عند جبل الروان بالشرق، وجعلها كرسي ملكي. وكذلك عمارة اختط مدينة سنار وجعلها كرسي ملكي. وما زال عمارة وعبد الله كالأخوين، إلا أن رتبة عمارة أعلى وأعظم من رتبة عبد الله إن اجتمعا في مكان. وأما إذا قاب عمارة فيعامل عبد الله كما يعامل عمارة، ولم تزل العادة جارية في زراريهم إلى القضاء على ملكهم. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام بعد فاصل قصير، وما زلنا في كتاب العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي للكاتب المؤرخ المناضل محمد سعيد ناود رحمه الله. وما زلنا في مملكة الفونج أو مملكة سنار، وهي مملكة الفونج أقامها الفونج، هي حلقة واسعة وأرقى من سلسلة تطور الممالك السودانية التي تبدأ بالممالك القديمة، مملكة كرمة، نبتة، مروي، هذه مروي ونبتة وكرمة، هذه كانت ممالك قديمة. ثم النوبة النصرانية، نوباتيا، المقرة، علوة، وأخيرا مملكة الفونج
أو سنار، وبزوال مملكتي المقرة وعلوة نشأت تشكيلة اقتصادية اجتماعية كانت تتخلق في أحشاء النظام القديم، وكان لا بد من التعبير عنها سياسيا في نظام معين. وهذا النظام عبر عن التحولات الجديدة التي نشأت بعد انتشار الإسلام والقبائل العربية التي سيطرت على المراعي الخصبة في أواسط وشرق السودان، وكان لا بد لهذه القبائل أن تتجه لأوساط السودان وتتركز هناك نسبة الاتساع المراعي، على عكس شمال السودان التي كانت فيه الأراضي الزراعية فيه تتركز على شريط النيل، منطقة صحراوية، لكن الزراعة كانت تتركز على ضفافي شاطئ النيل، وإضافة لطبيعة المنطقة الجبلية والصحراوية. وهذا ربما يفسر لنا لماذا انتقلت حضارة مروي إلى منطقة كابوشية بالقرب من شندي، وشندي هي شمال السودان، وأرض البطانة والتي كانت أكثر خصوبة واتساعا من المنطقة الشمالية. وربما يفسر لنا ذلك لماذا كان وسط السودان سنار وقري أو حلفاية مركز دولة الفونج والعبد الله. لذلك هذه القبيلة الآن تتركز في منطقة العبد الله، يعني كل سكان مدينة أو حي العبد الله هم من هذه القبيلة. ولا شك أن تلك القبائل الرعوية كانت متخلفة حضاريا عن شعوب النوبة الزراعية، كانت تقطن على ضفاف النيل والتي كانت أكثر تحضرا القبائل النوبية في ميادين الإنتاج الحضاري والمادي، أي أنها كانت تمثل شعوبا مستقرة، كانت شعوب مستقرة. وبالتالي فإن نظام الحكم الذي كان سائدا في ممالك النوبة، طبعا مملكة النوبة معروفة، يعني هي شمال السودان محاذية لدولة مصر الآن، وفيها الآن نوبة موجودين في جنوب مصر. يعني كان سائدا في ممالك النوبة، كان يعبر عن ذلك السكون نظام حكم مطلق لا حقوق فيه للرعية، وكل الذين يعملون في أراضي ملك النوبة عبيد له، هكذا وغير ذلك، إضافة لعدم وجود شرائع تنتظم الحياة العائلية. وبدخول القبائل الرعوية وبحكم طبيعتها التي ترفض حياة الاستقرار، الرعاة غير مستقرين، يتنقلون من مكان لمكان بحثا عن الكلأ والماء، وليست لها خبرة واسعة وغنية بالزراعة، ولكنها استفادت من خبرة المواطنين النوبيين الأصليين في شكلها المتطور. هؤلاء الرعاة الجدد استفادوا من خبرة الرعويين النوبيين. ولا يعني ذلك أن كل القبائل التي وفدت من الجزيرة العربية كانت تجهل فنون وأدوات الإنتاج الزراعي. العرب الفونج والعبدلاب، العبدلاب قبائل عربية والفونج كذلك، حينما أتوا إلى شرق إفريقيا من الجزيرة العربية لم يعرفوا الزراعة وكذلك. لذلك فالقبائل العربية التي كانت تقطن جنوب الجزيرة العربية وفي الواحات عرفت الزراعة والسقاية وبناء السدود. يقصد اليمن في مملكة سبأ وسد مأرب. استوعبت القبائل العربية القيم المادية في حضارة النوبة وكيفتها تبعا لظروفها الجديدة، وأي أن حضارة النوبة المادية تركت بصماتها التكوين السياسي الجديد على التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية التي نشأت بعد انتشار الإسلام، بعد ما دخل الإسلام في هذه المنطقة. وهذا الواقع الجديد كان له انعكاسات في الاتحاد الفونجي العبد الله، ذلك لأن الاتحاد جاء لا مركزيا،
وكفل استقلال كل قبيلة في إطار الاتحاد العام. وفي أحشاء التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ساد نظام إقطاعي جديد غير مطلق كالذي كان سائدا في ممالك النوبة. ممالك النوبة كانت ممالك إقطاعية، وهذا النظام كان قريبا من الإقطاع الشرقي الذي كان يوزع فيه السلطان الأراضي على القيادات القبلية والعسكرية والدينية مقابل ضريبة معينة أو خراج معين تدفع للسلطان. كانت هكذا هذه الأراضي أو من ينوب عنها، أي أن الناس تخلصوا من عبودية ملك النوبة في ظل نظام الإقطاع الملكي الذي كانت سائدا في بلاد النوبة سابقا. أي أن النظام الإقطاعي السابق تم تطويعه ليتكيف مع الظروف الجديدة، وتلك خطوة هامة في تطور النظام الاجتماعي في السودان، وربما يفسر لاحقا لماذا لم يشهد السودان بعد هذا النظام الإقطاعي نظام الغنانة القديم الذي كان سائدا في الإمبراطورية العثمانية أو الخلافة العثمانية أو السلطنة العثمانية وشرق أوروبا، والذي كان يمتلك فيه الإقطاعيون الأراضي ويعتبرون المزارعين عبيدا لهم، كما هو الحال دائما عند نشوء حكم إقطاعي معين في العصور القديمة الوسطى، أن تقوم أسرة أو سلالة معينة تتمتع بقدرات تنظيمية وعسكرية ودرجة معينة من الرقي الحضاري في الغالب مقارنة بما حولها. تقوم هذه الأسرة بالاستيلاء على السلطة في البلد المعين وتوحد القبائل الأخرى وتخضعها لسيطرتها، ويصبح بعد ذلك نظام الحكم الملكي المتوارث في هذه السلالة، كما يندثر حتى يندثر حكمها وتحل محلها سلالة جديدة. المملكات الناشئة الآن سواء كان في أوروبا أو في البلاد العربية والإسلامية إنما هي توارث بين أبناء القبيلة، وهكذا كانت تكون الاتحادات القبيلية. وفي السودان وادي النيل حكمت سلالات معينة في ممالك كرمة ونبتة ومروي وممالك النوبة النصرانية، وبغض النظر عن منشأ تلك السلالات وأصلها لا شك أنها كانت تتميز بقدرات عسكرية وتنظيمية ودينية جعلتها تفرض سيطرتها على بقية القبائل وتؤسس هذا النظام الملكي أو ذاك. وفي دارفور غرب السودان كانت لها حضارة وكانت لها سلطنة. دارفور قامت أسرة سليمان سولونج بتوحيد القبائل العربية والإفريقية حولها وكونت سلطنة دارفور. كان الاتحاد دارفور قبيلة ودار بمعنى مكان دارفور. كان الاتحاد الفونجي العبدلابي تعبيرا عن واقع اقتصادي واجتماعي. الاتحاد الذي كان بين الفونج والعبدلاب تعبيرا عن واقع اقتصادي واجتماعي وديني جديد نشأ بعد انتشار الإسلام وغلبة القبائل الرعوية وانتشارها في أواسط وشرق السودان، وبالتالي لم يكن قريبا أن تبرز سلالة العبدلاب والتي هي من أصل الرعوي كما جاء في رواياتهم السماعية وتوحد القبائل العربية تحت قيادة عبد الله جمع وتقضي على مملكة صوبة الوثنية التي أصبحت عقبة في حياة هذه القبائل. وإن الفونج كانوا رعاة بقر أيضا، وعليه لم يكن قريبا أن تبرز سلالتي الفونج والعبدلاب وكل منهما ذات أصل رعوي، وتكون الحلف الفونجي العبدلابي الذي عبر عن الواقع الجديد، وأن سيادة سلالة معينة ليس عسكريا فحسب بل أيضا لأسباب أخرى مثل التحضر والرقي الذي اكتسبته هذه السلالة، وإنهم أكثر تطورا وتنظيما من القبائل الرعوية العربية التي توحدت على يد عبد الله جمع.
دافع آخر هو للحلف الفونجي العبدلابي، وهو أنه جاء تعبيرا عن واقع جديد استولى فيه الفونج والعبدلاب على أراضي النوبة الخصبة كما يحدث عادة في العصور الوسطى. فالتجريد السياسي يعقبه تجريد اقتصادي، وأهم من ذلك الأراضي التي تعتبر ركيزة العمل الأساسية في المجتمع الزراعي والرعوي، والتي تصبح ملكا للسلطان أو الملك، وكان لا بد من تقنين ذلك الاستيلاء في دولة معينة وفي قوانين معينة تعبر عن ذلك الواقع الجديد. إن الفونج ما ملكت أرض النوبة وتقلبت عليها أول القرن العاشر الميلادي، ولم يشتهر في تلك البلاد مدرسة علم ولا قرآن. ويقال أن الرجل كان يطلق المرأة ويتزوجها غيره في نهارها من غير عدة، يعني كان هنالك ضعف في الثقافة والتفقه الإسلامي، حتى قدم الشيخ محمود العركي من مصر وعلم الناس العدة وسكن البحر الأبيض وبنى له قصر يعرف الآن بقصر محمود. إلى حلقة جديدة مشاهدي الأعزاء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي